ما تشتريش عربيه مستعمله غير لما تاخد بالك من كام حاجه اللي هقول لك عليهم دول. حاجه مهمه جدا لازم تبص عليها هي المسامير. تبدا من مسامير الكبوت. هنا مسامير الكبوت دي لو جينا بصينا كده عليها هنلاقيها فابريك عمرها ما اتفكت، فتعرف كده ان العربيه دي سليمه. اما لو لقيت المسامير دي فيها خرابيش او فيها اي حاجه اعرف ان الكبوت ده اتغير قبل كده. كمان لازم تبص على المسامير بتاعه الرفرف. هنا ده برضه مسمار هتلاقيه فابريكا بالكامل، ولكن لو لقيت فيه خرابيش او حسيت ان هو مفكوك قبل كده اعرف برضه العربيه خدت خبطه في وشها. كمان تبص على حاله الكاوتش، لو في تآكل بره اكتر من جوه او العكس كده مشكله في عفشه العربيه وخصوصا المساعده. هتركب العربيه وهتمشي بيها وتجيب سرعه 80 100 لحد ما تجيب نقلات الفتيس كلها. لو حسيت ان في رجه ما بين النقلات اعرف ان في مشكله في فتيس العربيه. حاجه مهمه جدا لازم تعملها، هتدور العربيه، هتدور التكييف، تسيبهم 10 دقايق وترجع ورا عند الشكمان. بعد ما سبتها 10 دقايق بص على فتحات الشكمان، شوف الشكمان مطلع دخنه ولا لا. لو الشكمان مطلع دخنه دي علامه ان في مشكله